من غير ما افضل ازوق في الطبق، تعالوا كده نشوف اجمل محشي هنعمله ازاي، وطريقته سهلة وبسيطة، واهم حاجة طبعا الطعم. تعالوا كده بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. بس لو اول مرة بتشوفيني حطيلي كده لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ويا رب كده المشاهدات تكبر والقناة تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. تعالوا كده بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف بقى احنا عملنا ايه في الطبق الجميل اللي احنا شفناه من شوية ده. جبت كده حلة على النار وحطيت فيها معلقتين من الملح ونص معلقة كده صغيرة من الكمون، وسبتها بقى على النار عشان تغلي. وقطعت كده 3 بصلات بشرتهم بشر ناعم او تفرميهم في الكبة، وحطيتهم على النار وحطيت عليهم نص كوباية نص كوباية صغيرة من الزيت، ومعلقة كبيرة كده من السمن. وسبتهم على النار لحد بقى ما اروح اشوف هعمل ايه في الكرومبة الجميلة اللي انا كنت جايباها في المشتروات بتاعة الاسبوع. شوفوا بقى الكرومبة دي كانت صراحة شكلها مبهدل خالص، وكانت الله المستعان كده انا كنت مفكراها يعني مش هترمي ورق خالص ولا هتديني كده ورق كتير. كنت قلت ان انا بقى هرمي منها ياما، لكن صراحة ما رميتش منها اي حاجة. لقيت ورقها جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك، وكانت عملت لي كمية كبيرة جدا جدا، ما كنتش متخيلة صراحة ان هي هتعمل كل كمية الورق ده. فبدأت كده ان انا افصص زي ما احنا شايفين، هطلع كده ورق ورقة زي ما احنا شايفين مع بعض. ببدأ كده بحرف السكينة من فوق وافصصها كده يعني من بعضها شوية لحد ما اسلكها كده كلها من بعضها. وبعدين هبدأ بقى ان انا اقور كده الكرومبة من النص، عشان انا بحب اسلق اللي هو شوية يعني الاخرانيين دولت بحب اسلقها كده بحل. لو انت بقى عندك اقطعي كده الراس دي وقسميها بالنص بالظبط وحطيها في الحلة، لكن الحلة اللي انا كنت بعمل فيها ما كانتش كبيرة قوي يعني، فقلت لا انا هعملها كده هسلقها ورقة ورقة ويعني وشوية بشوية كده وخلاص. مش هتاخد معايا وقت برضو بإذن الله، مفيش حاجة كده هتاخد معانا وقت. المهم فصصت بقى الكرومبة زي ما احنا شايفين. الكرومبة دي انا كنت جايباها ب8 جنيه في المشتروات بتاعة الاسبوع بتاع الخضار. وكمان كنت جايبة حزمتين كده من الكزبرة الخضراء، يعني من الخضرة كده، كانوا ممكن تحطي كزبرة على شبت او اي نوع طبعا خضار انت بتحبيه. فكانوا كده ب2 جنيه، يعني كده الاكل دي كلفتنا 10 جنيه. باذن الله هعمل لكم منيو حلو جدا، بس يا رب كده الفيديو كده يتفاعل ويبقى الاقي فيه تفاعل كده ان شاء الله معايا. المهم البصل كده حطيته على النار مع المادة الدهنية، وبدأت كده ان انا اقلب فيه، مش هحمره ومش هعمل فيه حاجة كتير. كنت ضربت كده حوالي لتر ونص من الصلصة، يعني من الطماطم الفريش، ضربتهم في الخلاط ونزلت كده عليهم بيه من غير ما اقلي بقى واسيب البصل يحمر ولا حاجة. المهم بس بقى هنزل بقى عليه هبهره، هحط كده معلقه من الملح زي ما احنا شايفين، هحط ملح وهحط فلفل اسود وهحط معلقه كبيره من بهارات المحشي اللي انا مجهزاها عندي كامله كده. ان شاء الله باذن الله كل فيديو اقول لكم الفيديو هينزل لكم قريب، معلش بس فيه عطل كده شويه في التليفون يعني. المهم وزودت كمان معلقه من الكزبره، انا بحب ازود لها الكزبره لان التوابل اللي انا حطاها في البرطمان فيها بقى توم باودر وبصل باودر وشطه وكزبره، فيها حاجات كتير جدا ما شاء الله بتخلي المحشي كده حاجه اللهم بارك رهيبه. المهم سبت بقى كده التسبيكه تتسبك على النار. كنت في الوقت ده قطعت الخضره وغسلت كميه من البصل من الرز اسفه، على حسب طبعا عدد افراد اسرتك. انا غسله حوالي 1.5 كيلو من الرز لان هعمل كده يعني هعمل وليمه كده ان شاء الله خطوه بخطوه كده مع بعض زي ما احنا شايفين. فحبيت بقى ان انا اجيب حاجه كده واسعه، يعني اي بوله كده كبيره او حله او صينيه اي حاجه تقلبي بقى فيها. فنزلت كده بشويه من الرز وعليهم شويه من الخضار المغسول ومتصفي، كل حاجه مغسوله ومتصفيه. وهنزل بقى عليها بشويه كمان من التسبيكه بتاعه الصلصه بالبصل دي بتاعه المحشي، وهقلب كده وكذلك برضو هحط كده شويه من البصل، وهحط برضو باقي الخلطه كلها، هقلب كل الخلطه زي ما احنا شايفين مع بعض بالظبط. في الوقت ده بقى انا هقول لكم على حاجه معلومه مفيده جدا، وان شاء الله هشاركها معاكم في فيديوهات كتير جايه ان شاء الله. في الوقت ده انا كنت شلت كده اما غسلت الرز، مش لقيته كتير ولا حاجه، لا انا بحب اعمل كده، شلت كده شويه من الرز. هقول لكم دلوقتي انا هعمل بيهم ايه، او في ان شاء الله في فيديو تاني. المهم ان انا هقول لكم برضه انا هعمل بيهم ايه. في الحله بقى في نفس الحله كده سبت حوالي معلقه من الصلصه في نفس الحله اللي انا كان فيها التسبيكه دي ما غسلتهاش يعني، نزلت عليها بحوالي لتر من الميه زي ما احنا شايفين، لان انا ما عنديش شوربه في الفريزر او يعني مرقه. فجبت بقى كده مكعبين من مرقه الدجاج وعليهم معلقه الصلصه دي اللي هي التسبيكه بتاعه المحشي، ونزلت عليهم بشويه كمان صغيرين من الملح وبس كده، وقلبتهم واحطهم بقى جنبي لحد ما اخلص بقى حشو خالص، ابدا ان انا اغليهم وانزل بقى عليهم بالميه. يبقى احنا كده عملنا شوربة كانت ما شاء الله طعمها جميل جدا.
في الوقت ده بقى انا فدتكم في الكلام، كنت سلقت الكرنبه، ما تسلقهاش جامد يعني، بدات احط كذا ورقه بورقه كده شويه وبعدين اطلعها. في بقى طريقتين للتقطيع زي ما احنا شايفين، بقطع كده القطعه اللي هي الناشفه دي، وبعدين ببدا ان انا اقطعه كده بحرف السكينه على حسب الحجم اللي انا عايزاه. ما تخليش الصباع يعني يكون حجمه يكون سميك، لا خليه كده وسط، خلي كله قد بعضه حوالي كده 4 صوابع يعني، واقطعي. في بقى طريقة تانية زي ما احنا شايفين، بس هو كان سخن جدا صراحة، ما كنتش عارفة اجي يمه خالص. ببدأ كده ان انا ارصهم على بعض، بجيب كل قطعة اللي هي بتبقى القطعة الناشفة دي في النص، وببدأ ان انا ارصهم كده على بعض زي ما احنا شايفين. انا قطعت كمية طبعا سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. فالطريقة دي برضو حلوة جدا اللي تحشي بقى كده لوحدها وما معهاش حد يعني يسليها، او كمان ما معهاش حد يساعدها زي ما بقول لكم. عفوا يا حبايبي. وكمان ايه بقى، لو هي بقى مستعجلة لازم تعمل اللي هي الطريقة دي. فببدأ كده ان انا زي ما احنا شايفين، حابة تحطيه كده هتفرزيه حطيه، ما انتش حابة هقولك برضو تعمليه ازاي. بسيب كده زي ما احنا شايفين بقطعه كله مقاس واحد، وببدأ برضو ان انا احط بقى كل الانصاف دي فوق بعضها زي ما احنا شايفين، وبقطعه مربعات. يعني تبقى الورقة جاهزة كده على قد التربيعة بس بتاعة الصباع المحشي، طول وعرض حوالي 5 سنتي زي ما احنا شايفين كده. يعني قيسي كده بعينيكي وقطعي. طبعا طريقة سهلة جدا جدا وتوفر عليكي وقت كتير ومجهود كتير برضه لو انت بقى هتفرزيه. انا صراحة فرزت الكرومبة دي، حشت لي الكمية اللي انت هتشوفوها دلوقتي، وكمان فرزت منها شوية في الفريزر، بس مش عارفة المقطع ده تاه مني، كان نفسي اوريهولكم واوريكم الكرومباية دي عملت معايا يعني حشو كده مرتين ما شاء الله. بدأت بقى كان عندي ورق من بتاع الخاص ده، تبلته برضو، حطيته في المية السخنة لما دبل كده، وبعدين فردته في قلب الصينية. لازم تحطي اي حاجة فرشة في الصينية، ممكن تحطي عيدان بتاعة الكزبرة الخضراء، ممكن تحطي تقطعي بصل وطماطم مثلا او بطاطس شرايح، ممكن تحطي شوية من ورق الكرنب، مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة بس حطي كده فرشة في الارض. لو انت بقى يعني بتستخدمي اي حاجة ألمونيا. ببدأ بقى ان انا احط الصباع كده زي ما احنا شايفين. طريقة الحشو سهلة جدا، انا مش مسرعة الفيديو، والطريقة سهلة جدا، والحشو ما شاء الله عليه ما بياخدش وقت خالص. اهم حاجة ان انت تكبسي كده الصباع، تحطي فيه الرز وتكبسيه كده بصباعك وتبدأي تلفي، مفيش اسهل من كده. انا صراحة بحب لف المحشي جدا جدا وما بياخدش وقت، الحمد لله والشكر لله يا رب، ربنا يا رب يديمها عليا نعمة. فالوقت بقى كله ما خدش معايا وقت خالص في حشو الصينيه دي كلها، وهنشوفها دلوقتي. وخليتها بقى شكلها اللهم بارك جميله جدا. حابه ترصيه زي ما انت شايفاه كده مفيش مشكله. انا بقى في الاخر هتشوف المنظر اللي انا عملته، لقيته صراحه احلى واشيك كده ما شاء الله يعني في التصوير، لكن طبعا في الطعم هو واحد. لكن للتصوير بقى وللكاميرا والكلام ده عملت بقى الشكل اللي انت هتشوفوه دلوقتي، حاجة كده جميلة جدا. حطيت 4 صوابع كده يمين و4 صوابع شمال لحد ما هيديني شكل كده اللي هو المربعات اللي هي زي الكراهات دي. بس كده زي ما احنا شايفين حاجة كده جميلة جدا. الخطوة الوش بس، لكن الصفين اللي تحت عملتهم عادي جدا زي ما قلت لكم للتصوير، لكن احنا اهم حاجة عندنا الطعم. في الوقت ده بقى كنت غليت المية اللي انا كنت حاطة عليها مرقة الدجاج، اقسم بالله طعمها ما شاء الله عليه. هبدأ بقى كده ان انا ارص يعني انزل كده بالمية عليه، بس طبعا ما تنزليش بالحلة مرة واحدة، رشيها كده او تحطي طبق زي ما كنا بنحط، بس انا مش مستخدمة حلة. لو حلة بحط كده الطبق وانزل عليها بكمية المية مفيش مشكلة خالص. ابدأي كده ان انت وزعي المية زي ما احنا شايفين، وزعتها بالكبشة. لونها احمر وما شاء الله عليه، والمحشي كله لونه زي العسل. معلقة سمنة بلدي بقى من على الوش، بس انا ما رضيتش احطها دلوقتي، خليتها في الاخر. ما تخليش المحشي موصل كده لحد الاخر، لا خلي كده يعني لحد نص الصباع الاخير. طبعا انا اللي مدياله وش التحمير ده حاجه ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. سويته طبعا في الفرن، لو انت عاملاه في حله سويه على البوتاجاز عادي جدا مفيش مشكله. وعملت كمان الصينيه الصغيره دي، انا عامل لي كميه حلوه جدا. هنقدم معاه ايه؟ مش هحط معاه ولا لحوم ولا فراخ ولا الكلام، اكتر من طبق سلطه مشكل زي ما انتم شايفين، وطبق كده مخلل مشكل، وشويه بطاطس محمرين، وحاجه كده زي العسل، وغدا موفر ولذيذ، وحاجه الله اكبر. كل الناس ما شاء الله بتحبها، مفيش اختلاف على المحشي بالذات في الشتاء. احنا لسه طبعا الدنيا برضو ما بردتش جامد، بس مفيش اختلاف على المحشي في البرد اللي هو الجامد يعني. كل الناس بقى تعمل محشي وتتدفى وتنام، كل الناس تعمل محشي وتتدفى وتنام. بس كده حبايبي، دي كده وصفة بسيطة يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم. تعالوا بقى كده هنغرف الاكل بتاعنا، هنغرف صينية المحشي الجميلة دي ما شاء الله، بس كانت سخنة جدا معرفتش طبعا ان اسفة ان انا يعني احطها في التصوير. مش هزوق بقى الاطباق ولا هعمل الكلام ده، اهم حاجة الطعم. غرست كده زي ما احنا شايفين حاجة زي العسل.
ما شاء الله مستوي جدا وجميل. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي، واشوفكم في وصفات اكتر، والسلام عليكم ورحمة الله.